سعر جرام الذهب هيوصل 5000 جنيه. ايوه زي ما سمعت كده، وده قريب جدا. بس في البدايه خليني اقولك ان الذهب كل يوم في الطالع والنازل ومش مستقر خالص، ولو استقر لفتره سواء رخيص او غالي بترجع تاني اسعاره تتغير كل يوم عن التاني، وده بيخلي ناس كتير بتخاف تشتري ذهب وتركنه علشان سعره ممكن ينزل فجاه ويخسروا فيه كتير. وفعلا مستقبل الذهب مخيف جدا، الا لو رجعت الخبير مثلا وحاولت تفهم منه مستقبل الذهب رايح على فين، ويا ترى هيزيد ولا سعره هيقل. وعلشان كده احنا هنجاوب على كل الاسئله دي واكتر في الفيديو ده، خليكم متابعين معانا للاخر. ده الوقت المثالي للاستثمار في الذهب. حد يقول لي طب ازاي واسعاره كل يوم بتزيد؟ هقول له علشان دي المره الاولى اللي بيتقيم فيها الذهب محليا وعالميا بسعر الدولار الحقيقي وبعيد عن السوق السوداء، وده بالظبط اللي قاله ياسر سعد خبير صناعه الذهب، واللي طمن المواطنين على مستقبل اسعار الذهب في البورصه العالميه والسوق المصري كمان، خصوصا مع توترات الشرق الاوسط والتصعيد في المنطقه. وقال ان التوقيت ده مثالي للاستثمار في الذهب لانه للمره الاولى بيتم تقييم الذهب محليا وعالميا بسعر الدولار بعيدا عن السوق السوداء. وقال كمان ان السعر الحالي للذهب هو السعر العادل، وان في اوقات فاتت ووصل سعر الذهب لاكثر من 4000 جنيه، ومن الطبيعي ان يوصل سعر الذهب للرقم ده في المستقبل. وقال ان اسعار الذهب بناء على توقعات الخبراء العالميين كشفت وصوله ل 3000 دولار، وعلشان كده من الطبيعي ان سعر عيار 21 يزيد عن 4300 جنيه، ويزيد عيار 24 اكتر من 5000 جنيه. طيب ايه سر انخفاض اسعار الذهب دلوقتي؟ كمل الفيديو معانا علشان تعرف. الاقتصاد المصري بدأ التقدم بخطوات كبيرة، وهو ده سر انخفاض أسعار الذهب في مصر، وعلشان كده الذهب هو ميزان العالم الحساس. وخلي بالك ان انخفاض اسعار الذهب من 4000 ل 3000 جنيه حصل بعد الاستقرار الاقتصادي وتقييم الدولار ل 47 جنيه بعد ما كان بيتم تقييمه ب 70 جنيه، وده اللي خلى سعر الذهب المحلي يقل لكن العالمي بيزيد. وبالرغم من نزول سعر الذهب لكن خبير صناعة الذهب حذر من شرائه بكميات كبيرة علشان ده هيتسبب في تغيير سعره من تاني، زي بالظبط اللي حصل في بداية 2024 لما المواطنين اشتروا ذهب بكميات كبيرة. ومش بس كده، ده في ناس اشتروا الذهب بأسعار أكتر من 4000 جنيه للجرام، وتسبب ده في زيادة سعره عن الزيادة الكبيرة بتاعته. وخليني أقول لك معلومة كمان تقول إن الذهب رايح في حتة تانية، وهي إن البنوك المركزية في كل دول العالم بتشتري ذهب بكميات كبيرة جدا. يعني عندك الصين مثلا البنك المركزي هناك بيشتري بكميات كبيرة وكأن الذهب هيخلص من العالم. مش بس كده، لا الصين كمان نصحت الناس هناك إنهم يشتروا ذهب لأنه أفضل وسيلة علشان يحفظوا قيمة فلوسهم. وفي النهاية قال الخبير إن الذهب قادر على عودته للصعود واسترداد قوته تاني وقيمته وكرسي العرش للمعادن.